طلاب الصف الثاني الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عمر. إن شاء الله النهاردة هنشرح الوحدة التانية في منهج تانية إعدادي 2026. الوحدة دي بتتكلم عن حاجة اسمها التحليل. أول درس بيتكلم عن حاجة اسمها إيه؟ التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. طب تعالى كده نتعرف على الوحدة دي. الوحدة دي فيها كام درس؟ الوحدة دي فيها 4 دروس. الدرس الأول بيتكلم عن حاجة اسمها التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. الدرس الثاني تحليل ثلاثية الحدود. الدرس الثالث تحليل الحالات الخاصة. والدرس الرابع حاجة اسمها التحليل بالتقسيم. هما فعليا 4 دروس، بس احنا هنقسمهم على 7 حصص. تمام؟ النهاردة ان شاء الله هناخد التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. طب أهداف الدرس ده ايه؟ أهداف الدرس ده عايزين نتعلم ازاي بنحلل كثيرة الحدود بإخراج العامل المشترك الأكبر عين ميم ألف. والعين ميم ألف ده خدناه السنين اللي فاتت، سنة 4 وسنة 5 وسنة 6. طيب، تاني هدف إيجاد القيمة العددية باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر، وهنتعلم ده إن شاء الله كمان شوية. تالت هدف عايزين نتعلم، ودي حاجة مهمة جدا، نتعلم إزاي بنحل المعادلات باستخدام التحليل. طيب خلينا ندخل سريعا كده على الدرس الأول في الوحدة، عنوانه التحليل بإخراج العامل المشترك. طيب، في البداية كده عايزين نتعلم يعني ايه، او عايزين نعرف يعني ايه كثيرة الحدود. كثيرة الحدود من اسمها يعني بتتكون من حدود. فلو جيت مثلا اديتك مقدار زي ده سالب 3 اكس واي، ده كده اسمه كثيرة حدود، بس بيتكون من حد واحد، فده بنسميه وحيد الحد، يعني حد واحد. في عندنا كثيرة حدود بتتكون من حدين بالشكل اللي قدامك ده، فدي بنسميها كثيرة حدود ثنائية الحدود. ثنائية الحدود يعني ايه؟ يعني بتتكون من حدين. وممكن تبقى كثيرة حدود بس ثلاثية. ثلاثية يعني بتتكون من 3 حدود، ادي حد 2 3. فاللي بيفصل ما بين الحد والتاني علامة زائد وناقص. فانت عندك هنا كام حد؟ 3 حدود. لو كثيرة الحدود من حد واحد بنسميه وحيدة الحد. لو كثيرة الحدود بيتكون من حدين بنسميه ثنائي الحد. لو كثيرة الحدود 3 حدود بنسميها ثلاثي الحدود. طيب عايزين نتعلم ازاي بنحلل كثيرة الحدود دي. أول نوع عندنا اسمه تحليل بإخراج العامل المشترك. التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. أول حاجة عايزك تبص على المسألة اللي على الشمال دي، المسألة رقم 1. بيقول لك إيه؟ 8 إكس أس 2 ناقص 16. أول خطوة بعملها عشان أطلع هنا العامل المشترك الأكبر، بمسك التمانية أشوف العوامل بتاعتها. والله التمانية دي في الجدول ممكن تبقى 1 في 8 أو 2 في 4. وأروح أشوف ال16 أشوف عواملها. ال16 دي ممكن تبقى 1 في 16 أو 2 في 8 أو 4 في 4. بنروح نشوف فين أكبر عامل اتكرر. لو جينا نبص التمانية اتكررت ودي أكبر عامل، ففي الحالة دي يا شباب بناخد التمانية عامل مشترك. طيب بعد ما بناخد التمانية عامل مشترك بنعمل ايه؟ بنفتح قوس بالشكل ده وبنقسم ده على العامل اللي احنا اخدناه. فهنقسم 8 على 8 فيها الواحد، يتبقى اكس اس 2 ناقص هنقسم 16 على 8 فيها ال2. يبقى التحليل بتاعي 8 في اكس اس 2 ناقص 2. يبقى تاني اول خطوة بنعملها ايه؟ بنمسك العدد الاول او الحد الاول ده، نجيب عوامل العدد بتاعه. التمانية ممكن تبقى 1 في 8 أو 2 في 4. طب وال16 ممكن تبقى 1 في 16 أو 2 في 8 أو 4 في 4. بننقي أكبر رقم اتكرر أو أكبر عامل اتكرر. أكبر عامل اتكرر هو الكام؟ هو التمانية. بعد ما بناخد التمانية مشترك بنقسم المقدار ده على ده، فتمانية إكس أس 2 على التمانية يدينا إكس أس 2، و16 على التمانية فيها الاتنين. طب تعالى ناخد مثال كمان. 15 اكس اس 2 ناقص 30. هنمسك ال 15 نجيب عواملها. عوامل ال 15 ممكن تبقى 1 في 15 أو
3 في 5. طب ال30 ممكن تبقى 1 في 30 أو 2 في 15 أو 3 في 10 أو 5 في 6. كل دي عوامل العدد 30. احنا عايزين أكبر رقم اتكرر، فلو جينا نشوف أكبر رقم اتكرر هتلاقيه ال15، فهناخد ال15 عامل مشترك. طب اما نيجي ناخد ال15 عامل مشترك هنقسم 15 اكس أس 2 على ال15. ال15 على ال15 فيها الواحد، واكس أس 2 هتنزل زي ما هي، ناقص 30 على ال15 فيها الكام؟ 30 على ال15 فيها الاتنين، يبقى الناتج 15 في اكس أس 2 ناقص 2. ده كده الحد حللناه بإخراج العامل المشترك، وده برضو كده الحد تم تحليله بإخراج العامل المشترك. هنا ساعات الراجل يجي يسألني العامل المشترك الأكبر هو الكام؟ الرقم اللي بره ده بنسميه العامل المشترك الأكبر. بكام هنا يا مستر؟ ب15. طب هنا العامل المشترك الأكبر كام؟ والله يا مستر العامل المشترك الأكبر هو 8. طيب تعال ناخد مسألة كمان. أنا عايزك تلاحظ في المسألة دي إن العامل المشترك الأكبر هنا طلع رقم، تمام؟ طب تعال ناخد مثال كمان. الراجل بيقول لي حلل المقدار ده. هنحلل المقدار ده ازاي؟ لو جيت تبص دول كام حد؟ حدين قدامك اهو. في عامل مشترك بينهم دي 5 ودي 20. الخمسة عواملها هي 5 في 1. طب وال20؟ والله يا مستر ال20 ممكن تبقى 1 في 20 أو 2 في 10 أو 4 في 5. هتلاقي أكبر عامل اتكرر هو الخمسة، فهناخد الخمسة عامل مشترك. كده احنا خدنا الرقم خلاص. دي اكس أس 2 ودي اكس أس 3، في بينهم عامل مشترك؟ ايه العامل المشترك اللي بينهم؟ العامل المشترك اللي بينهم هو الرمز ابو اس صغير. فهنا مين الصغير؟ اكس أس 3 ولا اكس أس 2؟ لا اكس أس 2. يبقى هناخد اكس أس 2 عامل مشترك وافتح قوس. لما اخد اكس 5 اكس أس 2 عامل مشترك بنعمل ايه بعد كده؟ بنقسم ده على ده. طيب خليك معايا. لما اجي اقسم لما اجي اقسم 5 اكس اس 2 على 5 اكس اس 2، لما اجي اقسم حاجه على نفسها يدينا 1 ناقص 20 على الخمسة فيها الأربعة، وإكس أس 3 على إكس أس 2 يدينا إكس. يبقى الناتج بتاعي 5 إكس أس 2 مضروب في 1 ناقص 4 إكس. تمام؟ ممكن هنا الراجل يسألني على العامل المشترك الأكبر. العامل المشترك الأكبر هنا هو إيه؟ عين ميم ألف هو 5 إكس أس 2. فعايزك تبقى واخد بالك من حاجة، إن ممكن العامل المشترك الأكبر يبقى رمز، وممكن يبقى العامل المشترك الأكبر رقم، وممكن يبقى رقم ورمز عادي مفيش أي مشكلة. طيب تعال ناخد مسألة كمان. عايزين نطلع العامل المشترك الأكبر هنا. لو جيت تلاحظ دي 15 ودي 30. أنا هعلمك إزاي تطلع عين ميم ألف بطريقة أسرع شوية. بتبص للعددين بتوعك، لو ال30 وال15، ال30 بتقبل الاسم على ال15. لو ال30 بتقبل الاسم على ال15 بناخد الرقم الصغير عامل مشترك، فاحنا هناخد ال15 عامل مشترك. طب دي اكس اس 2 ودي اكس، بناخد الرمز ابو اس صغير يبقى ناخد اكس اس 1 عامل مشترك. طب دي واي اس 2 ودي واي اس 3. في المثال ده الراجل بيقول لك 15 اكس اس 2 واي اس 2 ناقص 30 اكس واي اس 3. عايزين نحلل باخراج العامل المشترك. انا عايزك تتعلم ازاي تجيب العامل المشترك بطريقه اسهل شويه. لو جيت تبص للعدد ده 30 ودي 15. لو جيت تلاحظ ال 30 بتقبل القسمة على ال 15. لو عندك عدد بيقبل الاسم على التاني بتاخد الرقم الصغير عامل مشترك.
فعندك 30 و15، فين الرقم الصغير؟ ال15. طب دي اكس اس كام؟ اكس اس 2. ودي اكس اس كام؟ 1. هناخد الرمز ابو اس صغير عامل مشترك، فدي اكس اس 2 ودي اكس اس 1، فهناخد اكس عامل مشترك. طب دي واي اس 2 ودي واي اس 3، فين الصغير؟ واي اس 2، يبقى ناخد واي اس 2 عامل مشترك. افتح قوس، هقسم 15 اكس اس 2 واي اس 2 على 15 اكس واي اس 2. 15 على 15 فيها الواحد، اكس اس 2 على اكس اس 1 يدينا اكس اس 1، لان احنا في حالة القسمة بنطرح الاسس. طب واي اس 2 على واي اس 2 هتطير مع بعض، يتبقى اكس فقط، ناقص 30 على 15 فيها الاتنين، اكس على اكس هتطير، واي اس 3 على واي اس 2 يدينا واي اس 1. يبقى المسألة بتاعتي 15 اكس واي اس 2 مضروبة في اكس ناقص 2 واي. تمام. طب لو الراجل جه سألني على العامل المشترك، عين ميم ألف، العامل المشترك الأكبر هو كام؟ 15 اكس واي أس 2. ده عين ميم ألف. تمام. طيب الراجل مدينا المرة دي يا جماعة 3 حدود، أدا 1 2 3، وعايزين نجيب العين ميم ألف، العامل المشترك الأكبر، عايزين نحلل. لو جينا نبص، هنبص على الحد الأول ده هنلاقيه 2، والحد ده 8، والحد ده 16. تسأل نفسك سؤال، هل الأعداد دي بتقبل الاسم على أصغر رقم ولا لأ؟ ال8 بتقبل الاسم على الاتنين، وال16 برضه بتقبل الاسم على الاتنين. خلاص، طالما هما الاتنين بيقبلوا الاسم على الاتنين، يبقى ناخد الاتنين عامل مشترك. طيب دي ايه أس 3 ودي ايه أس 2 ودي ايه أس 1، هناخد ايه أس 1 عامل مشترك. طيب بي أس 2 بي أس 3 بي أس 1، هناخد البي عامل مشترك، وافتح قوس، نقسم 2 على 2 هتطير، ايه أس 3 على ايه أس 1 يدينا ايه أس 2، بي أس 2 على بي أس 1 يتبقى بي، زائد 8 على 2 فيها كام؟ فيها الأربعة، ايه أس 2 على ايه أس 1 يدينا ايه أس 1، بي أس 3 على بي أس 1 يدينا بي أس 2، ناقص 16 على 2 فيها التمانية، A على A هتطير وB على B هتطير، يبقى 8 فقط. يبقى المسألة بتاعتي تتحلل بالشكل ده. يبقى هعيدها تاني. أول حاجة نبص على الأعداد بتاعتنا، 2 8 16، التمانية والستاشر بيقبلوا الاسم على الاتنين، يبقى هناخد الاتنين عامل مشترك. بعد كده هناخد أصغر أس اللي هو A أس 1، هناخد A أس 1 عامل مشترك. بعد كده هناخد بي أس 1 عامل مشترك، ونرجع نقسم 2 على 2 فيها الواحد، A أس 3 على A أس 1 يدينا A أس 2، وبي أس 2 على بي أس 1 يدينا B، زائد 8 على 2 فيها الأربعة، A أس 2 على A أس 1 يدينا A، بي أس 3 على بي أس 1 يدينا بي أس 2، ناقص، أما أقسم 16 A أس AB على 2 AB، 16 على 2 فيها التمانية، و AB هتطير مع AB، يبقى المقدار بتاعي بالشكل ده. طب لو الراجل جه سألني على عين ميم ألف اللي بره ده يا جماعة، يبقى عين ميم ألف هيساوي 2 AB. طيب تعالى ناخد كمان مثال. لو جيت تلاحظ سالب 4 إكس أس 4 زائد 12 إكس أس 3 ناقص 8 إكس أس 2، لو جيت تلاحظ في سالب جاي في الأول أهو. لو عندك سالب جاي في الأول بالشكل ده، ممكن ناخد السالب عامل مشترك. وعود نفسك دايما لما بنيجي ناخد سالب عامل مشترك بنغير إشارات الحد كله. طيب دي كام؟ 4 ودي 12 ودي كام؟ 8. تسأل نفسك سؤال، هل الأعداد دي بتقبل الاسم على الصغير ولا لأ؟ هي ال 12 بتقبل على الأربعة، والتمانية بتقبل على الأربعة. طالما بتقبل الاسم خلاص، يبقى بتاخد الرقم الصغير عامل مشترك. طب دي اكس اس كام؟ دي اكس اس 4 اكس اس 3 اكس اس 2،
يبقى هناخد الصغير عامل مشترك، يبقى سالب 4 إكس أس 2 عامل مشترك. بعد كده نقسم سالب على سالب فيها الموجب، 4 على 4 فيها الواحد، إكس أس 4 على إكس أس 2 يدينا إكس أس 2. طب واحد يقول لي يا مستر طب والسالب راح فين؟ ما احنا اتفقنا بقى لما بناخد سالب عامل مشترك بنغير إشارات الحد، فهو كان سالب هيصبح يبقى إيه؟ يبقى موجب. طيب موجب على سالب فيها السالب، 12 على 4 فيها التلاتة، إكس أس 3 على إكس أس 2 يدينا إكس أس 1. يلا سالب على سالب فيها الموجب، 8 على 4 فيها الاتنين، واكس اس 2 على اكس اس 2 هيطيروا مع بعض، يتبقى سالب 4 اكس اس 2 مضروبة في اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 2. طب لو الراجل جه سألني على العامل المشترك، العامل المشترك اهو عين ميم ألف بيساوي سالب 4 اكس أس 2، ده العين ميم ألف. المسألة دي طبعا اللي جوه ده بيتحلل كمان مرة، بس إن شاء الله هناخد الكلام ده الحصة الجاية. احنا حصتنا النهاردة هنتكلم على ازاي بنخرج العامل المشترك فقط. طيب تعال ندخل على جزئية تانية اللي هو إيجاد قيمة العددية، اللي هو إيجاد القيمة العددية لكل مما يأتي باستخدام العامل المشترك الإيه؟ الأكبر. طيب لو الراجل مديني عدد زي ده 19 في 23 زائد 19 في 27، احنا هناخد 19 عامل مشترك. لما نيجي ناخد 19 عامل مشترك يتبقى ايه؟ يتبقى 23. لما ناخد 19 عامل مشترك من الحد ده يتبقى 27. طيب ادي ال 19 بره اهو، هنعمل ايه في اللي جوه؟ هنجمعهم مع بعض، 27 زائد 23 يدينا كام؟ يدينا 50. يبقى هنضرب 19 في 50. طيب لما نيجي نضرب 19 في 50 هتطلع كام؟ هننزل الصفر ونضرب 5 في 9 ب45، 5 ومعانا الأربعة، 5 في 1 ب5 و4 9، يبقى الناتج 950. طيب تعال ناخد مثال كمان. الراجل دلوقتي مدينا 3 حدود، ولاحظت ان ال 37 متكررة. خد بالك ان 37 أس 2 معناها 37 في 37، فالرقم اللي اتكرر هنا وهنا وهنا هو ال 37. يبقى هناخد ال 37 عامل مشترك. لما اخد ال 37 عامل مشترك يتبقى ايه؟ يتبقى 163 ناقص لما ناخد منها ال 37 عامل مشترك يتبقى 26 ناقص لما ناخد 37 واحدة يتبقى 37. طيب ادي 37 بره اهو، هفتح قوس واخلص اللي جوه ده بالآلة الحاسبة، هطرح 163 ناقص 26 واللي يطلع اطرحه من كام؟ من 37. لما اطرح 163 ناقص 26 يدينا 137 ناقص 37. لما اطرح 137 ناقص 37 يدينا 100، هيبقى الناتج 37 في 100. 37 في 100 بكام؟ ب 3700. يبقى الناتج ده يا جماعة 3700. الراجل بيقول لي ايه؟ حلل كثيرة الحدود الآتية باستخدام العين ميم ألف، العامل المشترك الأكبر. هنعمل ايه؟ لو جيت تبص ده كده حد واحد وده كده حد واحد، لو جيت تلاحظ ايه اللي اتكرر هنا وهنا؟ اكس زائد واي هي اللي اتكررت. والله احنا هناخد اكس زائد الواي عامل مشترك لانه اتكرر في الحدين. لما ناخد عامل مشترك هنفتح قوس، احنا لما ناخد من هنا اكس زائد واي يتبقى 12 اكس ناقص لما ناخد من هنا اكس زائد واي يتبقى 18 واي. يبقى خد بالك ان ممكن العامل المشترك ده يبقى قوس اتكرر عادي مفيش مشكلة. يبقى في الحالة دي لما نيجي نحلل هيبقى اكس زائد واي مضروبة في 12 اكس ناقص 18 واي.
طيب تعال ناخد مثال كمان. الراجل بيقول لك اذا كان اكس زائد 2 واي بتساوي 8 و2 اكس زائد واي بتساوي 7، اوجد القيمة العددية للمقدار ده. والله احنا هنعمل ايه؟ بص كده المقدار ده كويس، لو جيت تلاحظ هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان القوس ده اتكرر، اكس زائد 2 واي اتكرر هنا وهنا. فاحنا هنعمل ايه؟ والله احنا هناخد القوس ده عامل مشترك، هناخد اكس زائد 2 واي عامل مشترك وافتح قوس. لما ناخد اكس زائد 2 واي عامل مشترك يبقى 2 اكس زائد واي. طيب لو جيت تلاحظ بقى 2 اكس زائد واي الراجل مديك قيمتها فوق ب 8، و2 اكس زائد واي الراجل مديك برضو قيمتها فوق بكام؟ ب 7. طالما ما فيش هنا اشاره يبقى الاشاره هنا ضرب، يبقى هنضرب 7 في 8 بكام؟ 7 في 8 ب 56. يبقى القيمة العددية كام؟ 56. هندخل بعد كده على حل المعادلات باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك. لو أنا عندي معادلة فيها مقدار جبري وعايز أحله، عايز أجيب قيمته، هنعمل إيه؟ قال لك في البداية لازم تركز معايا في الحتة دي كويس أوي. لو أنا عندي A في B بيساوي صفر، ال A وال B دول حاجتين زي بعض أو مختلفين عادي. لو أنا عندي حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر، يبقى ايه اللي انا استنتجه؟ استنتج يا اما الحاجه الاولى بتساوي صفر او الحاجه الثانيه بتساوي صفر. وعشان الناتج يطلع صفر لازم يبقى يا اما الاولى بصفر يا اما الثانيه بصفر. الاستنتاج ده مهم جدا، هستخدمه في المسائل كمان شويه. تعال ناخد مثال كده، بيقول لك ايه؟ اوجد مجموعه حل كل من المعادلات الاتيه في ار دي طبعا اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، ومجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هي بتضم ايه؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه بتضم الاعداد النسبيه والاعداد الغير ايه؟ نسبيه. واحنا قلنا الاعداد النسبيه رمزها ايه؟ كيو، والاعداد الغير نسبيه رمزها كيو شرط. عايزين نجيب مجموعه الحل هنا، هنعمل ايه؟ والله 3 اكس اس 2 زائد 6 اكس بيساوي صفر. دي معادله عايزين نحلها. هنعمل ايه اول خطوه؟ لو جينا نبص ده وده في بينهم عامل مشترك، الستة بتقبل الاسم على التلاتة، والله احنا هناخد التلاتة عامل مشترك. طب دي اكس اس 2 ودي اكس، هناخد الاكس عامل مشترك، هفتح قوس. احنا طبعا خدنا 3 اكس عامل مشترك، هنقسم بقى 3 على 3 هتطير، اكس اس 2 على اكس اس 1 يتبقى كام؟ اكس اس 2 على اكس اس 1 يتبقى اكس، زائد 6 على 3 فيها الاتنين واكس على اكس هتطير، يتبقى 3 اكس في اكس زائد 2. الكلام ده المفروض انه بيساوي صفر. طيب انت عندك دلوقتي حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر، تعمل ايه؟ تقسم الصفحة نصين بالشكل ده وتقول اما الاولى تساوي صفر او التانية بتساوي صفر. هنقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة، ده هيروح مع ده، يبقى الاكس هتساوي صفر على التلاتة فيها الصفر، صفر على التلاتة فيها الصفر. لما نقسم صفر على اي حاجة يدينا صفر. طيب لما اودي الموجب 2 بعكس الاشاره يبقى الاكس هتساوي سالب 2. طيب عايز اسال سؤال بقى، مش الصفر والسالب 2 دول اعداد حقيقيه؟ خلاص يبقى بينتموا لار، وطالما ينتموا لار يبقى هكتب مجموعه الحل صفر وسالب 2، يبقى مجموعه الحل هنا صفر وسالب 2. طيب السؤال رقم 3 بيقول ايه؟ 10 اكس اس 3 ناقص 25 اكس اس 2. نحل ده ازاي؟ مبدئيا كده يا مستر ال 25 ما بتقبلش على 10، كده هنضطر نستخدم الطريقة الأولى اللي احنا نحلل العدد إلى عوامله كلها. ال10 ممكن تبقى 1 في 10 أو 2 في 5. طب ال 25 ممكن تبقى 1 في 25 أو 5 في 5. إيه أكبر عامل اتكرر؟ أكبر عامل اتكرر هو الخمسة،
فاحنا هنعمل ايه؟ والله احنا هناخد الخمسة عامل مشترك. طب دي اكس اس 3 ودي اكس اس 2، يبقى هناخد اكس اس 2 كمان عامل مشترك. يلا نقسم 10 على الخمسة فيها الاتنين، اكس اس 3 على اكس اس 2 يدينا اكس اس 1 ناقص 25 على الخمسة فيها الخمسة، اكس اس 2 على اكس اس 2 هيروحوا مع بعض. الكلام ده بيساوي صفر. طبعا عندك حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر. نقسم الصفحة نصين بالشكل ده، نقسم الصفحة نصين كده ونقول إما الأولى بتساوي صفر أو التانية بتساوي صفر. طبعا هنقسم هنا على الخمسة ونقسم هنا على الخمسة، يبقى ده هيروح مع ده، يبقى إكس أس 2 بتساوي صفر على الخمسة اللي هي صفر. هناخد الجذر طبعا، يبقى الإكس هتساوي صفر لأن جذر الصفر بصفر. طب عايزين نحل دي هنعمل إيه؟ والله إحنا ممكن نودي السالب 5 بعكس الإشارة، يبقى 2 إكس هتساوي صفر زائد 5. هنقسم على الاتنين ونقسم على الاتنين، يبقى الإكس هتساوي 5 على الاتنين فيها كام؟ 5 على الاتنين اللي هي 2.5. طيب يبقى في الحالة دي يا جماعة مجموعة الحل هتساوي إيه؟ مجموعة الحل هتساوي صفر و2.5 أو 5 على الاتنين. طب ندخل على السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول إيه؟ إكس أس 2 بتساوي 3 إكس. عشان نحل المعادلات دي لازم تكون المعادلات دي صفرية. يعني إيه معادلات صفرية؟ يعني المعادلة بتساوي صفر. هنمسك 3 إكس دي هندخلها جوه بعكس الإشارة، يبقى إكس أس 2 ناقص 3 إكس، الكلام ده بيساوي صفر. هنعمل إيه؟ والله إكس أس 2 وإكس في بينهم عامل مشترك اللي هو إيه؟ اللي هو الإكس. ناخد الرمز بأس صغير، يبقى هنقسم إكس أس 2 على إكس يتبقى إكس ناقص 3 إكس على إكس يتبقى كام؟ يتبقى 3. الكلام ده بيساوي صفر. من هنا الإكس بتساوي صفر، ومن هنا الإكس بتساوي 3. يبقى في الحالة دي مجموعة الحل هتساوي كام؟ صفر و3. يبقى تاني عشان أقدر أحل المعادلات لازم تكون المعادلات صفرية. يعني إيه صفرية؟ يعني بتساوي صفر. تمام؟ طيب تعال ناخد أمثلة كده توضح الدنيا. بيقول إيه؟ الراجل بيقول ما العامل المشترك الأكبر بين كثيرة الحدود دي؟ عايزين نجيب هنا العامل المشترك الأكبر للعددين دول. والله هنروح نشوف ال 12 وال 8، ال 8 ما بتقبلش الاسم على ال 12، فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب العين ميم ألف. والله يا مستر ال 12 دي ممكن تبقى 1 في 12 أو 2 في 6 أو 3 في 4. طب والتمانية؟ التمانية ممكن تبقى 1 في 8 أو 2 في 4. هنيجي نبص على أكبر رقم اتكرر. أكبر عامل مشترك، أكبر رقم اتكرر هو الأربعة هنا وهنا. خلاص يبقى احنا اتفقنا هناخد الأربعة عامل مشترك. طب دي إكس أس 2 ودي إكس أس 1، خلاص يبقى هناخد الصغير إكس عامل مشترك. يبقى العامل المشترك هو كام؟ العامل المشترك هو 4 إكس. السؤال التاني بيقول لك أي مما يلي يمثل تحليلا لكثير الحدود ده؟ طبعا 16 إكس أس 2 ناقص 24 إكس أس 3. ال 16 ممكن تبقى 1 في 16 أو 2 في 8 أو 4 في 4. طب ال 24 ممكن تبقى 1 في 24 أو 2 في 12 أو 3 في 8 أو 4 في 6. فين أكبر رقم اتكرر؟ المح بعينك كده، أكبر رقم اتكرر هو ال8، فالعين ميم ألف هو ال8. خلاص يبقى نكتب ال8 مشترك. طب دي إكس أس 2 ودي إكس أس 3، ناخد إكس أس 2 مشترك وافتح قوس.
هنختصر 16 على 8 فيها الاتنين، وإكس أس 2 على إكس أس 2 هيطيروا مع بعض، ناقص 24 على 8 فيها التلاتة، إكس أس 3 على إكس أس 2 يتبقى إكس. يبقى المسألة بتاعتي 8 إكس أس 2 مضروبة في 2 ناقص 3 إكس، اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ 6A ناقص 8B، عايزين نحسبها. ادي 6A ناقص 8B، هنطلع العامل المشترك ازاي؟ طبعا الستة 1 في 6 او 2 في 3، التمانية ممكن تبقى 1 في 8 او 2 في 4. لو جينا نبص على اكبر رقم اتكرر هنا وهنا هنلاقي الاتنين، يبقى العامل المشترك هو 2. بعد كده 6 على الاتنين فيها التلاتة A ناقص 8 على الاتنين فيها الأربعة B، يبقى ناتج التحليل هيبقى 2 في 3 A ناقص 4 B، اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال الرابع X أس 2 Y. السؤال الرابع X أس 2 Y ناقص X Y أس 2. طبعا لو لاحظت هتلاقي ان دي X أس 2 ودي X، خلاص هناخد الإكس عامل مشترك. دي واي أس 1 ودي واي أس 2، فهناخد الواي عامل مشترك. هفتح قوس، إكس أس 2 على إكس يتبقى إكس، وواي على واي هتطير، ناقص إكس على إكس هيطيروا مع بعض، واي أس 2 على واي أس 1 يدينا واي أس 1. يبقى في الحالة دي إكس واي مضروبة في إكس ناقص واي، اللي هو الاختيار رقم ألف. طبعا مش عايز حد يروح يقول لي نختار د، لان طبعا الطرح عمليه غير ابداليه، انا طلعتها اكس ناقص واي وهي مكتوبه واي ناقص اكس، دي غلط. السؤال الخامس بيقول لي اكس في a زائد b زائد واي في a زائد b، فاللي اتكرر هنا وهنا هو ايه؟ a زائد b، فاحنا هناخد a زائد b عامل مشترك. لما ناخد من هنا a زائد b يبقى الاكس، لما ناخد من هنا a زائد b يبقى الواي، يبقى الناتج بتاعي a زائد b مضروبة في x زائد y، يبقى a زائد b في x زائد y، اللي هو الاختيار ب. طبعا الضرب عملية إبدالية ودول مضروبين، فممكن نقول a زائد b في x زائد y أو x زائد y في a زائد b عادي. تمام كده، الحمد لله تم الانتهاء من الدرس الأول. الدرس الأول في التحليل. إن شاء الله أشوفكم الحصة الجاية، مع السلامة.